كيما ديال الوطني اللي درنا ديال اللي تابع للتمرين ديال الدوال اللوغاريتمية. كنا بقينا في باء. ثانيا كبيرة باء عندنا الجدول التالي كما قالوا لنا لنبين أن المعادلة تقبل حلا ألفا، حيث ألفا ما بين 2.2 و 2.3. هذه تقريبا تعطي القواعد ديال مبرهنات القيم الوسطية. راه فايت درت واحد المثال في واحد ليكزومبل، واحد الفيديو نيت في القائمة ديال الفيديوهات اللي درت. دونك مبيانيا الدالة جي متصلة على المجال، إذ أوتوماتيكمون إلا كانت متصلة على هذا المجال شنو تنحسبو؟ تنبغيو نديرو مبرهنات القيم الوسطية. عندنا واحد الشرط خصو يتحقق اللي هو الجي ديال عندنا الجي ديال النقطة ديال المجال، النقطة ب أ والنقطة ب، يعني بحال تنقولو الجي د أ فوا الجي د بي. يعني الجي ديال النقطة اللي محصور ما بيناتها ألفا، الجي ديال 2.2 فوا الجي ديال 2.3. إلا خرجنا العدد صغر من الصفر تيعطينا واحد التأويل، وإلا خرج أكبر من الصفر تيعطي واحد التأويل، وإلا خرج يساوي صفر تيعطي واحد التأويل. هادو هما المبادئ ديال مبرهنات القيم الوسطية. في هاد الحالة خرجنا العدد سالب يعني أصغر من الصفر. إذا حسب مبرهنات القيم الوسطية يوجد ألفا من المجال، يعني حيث جد ألفا تساوي 0. خلاصة المعادلة تقبل حلا ألفا، حيث ألفا ما بين هاد المجال اللي عندنا، يعني تقبل حلا واحدا اللي هو ألفا. علاش؟ لأن حيت درنا الصورة ديال نقطة المجال أ في الصورة ديال نقطة المجال بي عطاتنا العدد خرج لنا صغر من الصفر. هذا هو الشرط ديال مبرهنات القيم الوسطية. دابا غادي نمشيو للتمرين الثاني. دونك ثانيا هنايا شنو دايرين؟ درنا هاد دابا هنا عندنا ثانيا تحقق من أن اف إكس ناقص إكس تساوي هي جي دو إكس على إكس فاكتور إن واحد ناقص إلين دو إكس. هنا انطلاقا نبين أن تيكون عندنا الحساب العادي ديال لاباز ديال الماط اللي خص يكون عندنا. دونك ثانيا كما غنشوفو هنايا، ثانيا ألف اف د إكس خصنا نبينو بأن اف د إكس ناقص إكس إلا نقصنا لها إكس خصها تساوي لنا هاد جي دو إكس اللي عندنا في الدالة على إكس فاكتور واحد ناقص إلين إكس. اوتوماتيكمون تنحسبو الحساب العادي هنا توحيد المقامات، تنوحدو المقامات تنحسبو هنايا تنشرو في الاخر، حيت درنا هنا توحيد المقامات لقينا واحد ناقص إكس أو كاري عامل واحد ناقص إلين إكس. إلا رجعنا للدالة الثانية غادي نلقاو جي دو إكس هي هاد الدالة. حنا اكتشفنا بأن جي دو إكس كاينة في البسط على إكس فاكتور واحد ناقص إلين إكس، هي اللي عندنا حنا بينا انطلاقا لتوحيد المقامات. حنا اكتشفنا بأن اف دو إكس ناقص إكس تساوي لنا جي دو إكس على إكس فاكتور واحد ناقص إلين إكس. دابا غادي نمشيو للباء. السؤال باء. بين أن المستقيم دلتا الذي معادلته إكس تساوي إكس يقطع المنحنى السائف في النقطتين اللتين أفصلهما واحد وألفا. ها واحد كاين بعدا كما تشوفوا مبينيا، وألفا هو هذاك العدد المحصور ما بين 2.2 و 2.3، يعني النقطة الثانية اللي فين كاين يعني منين مر مثلا سي دو جي، يعني منحنى سي دو جي بالنسبة نقط تقاطع ديال سي دو جي مع محور الأفاصيل اللي هو إكس، لاكس ديال إكس. دونك اوتوماتيكمون عندنا هنا بدينا نبين أن مستقيم دلتا الذي معادلته كذا ندرس تقاطع المستقيم دلتا اللي هي المعادلة ديالو إكس تساوي إكس والمنحنى السائف، ولهذا نحل المعادلة اف دو إكس تساوي إكس. أيضا اف دو إكس ناقص إكس تساوي 0، يعني انطلاقا من دوك المعلومات اللي عندنا تنبرهنو. دونك اوتوماتيكمون إكس أبارتيان دو اف، يعني جي دو إكس على إكس فاكتور واحد ناقص إلين إكس اللي هي اف دو إكس ناقص إكس تساوي لنا 0، أي جي دو إكس تساوي 0. مبيانيا هناك حلين وحسب ما سبق، يعني حيت قلنا جد ألفا تساوي 0 ولدينا جد واحد تساوي 0. خلاصة المستقيم دلتا الذي معادلته إكس تساوي 0 يقطع المنحنى السائف في النقطتين اللتين أفصلهما واحد وألفا. واحد وألفا هما اللي لقيناهم في الأول، يعني في ثانيا كبير هذاك السؤال الأول والثانيا وهادوك كاملين صنفنا منهم الأجوبة باش نجاوبو على هاد السؤال. عندنا جيم عاوتاني. دابا غادي نديرو جيم نضع بالنسبة لتالي تنبين أن نشوف لا بالنسبة لهذا جيم حدد انطلاقا من سي دو جي شنو غادي نحددو هنا؟ إشارة الدالة جي على المجال واحد ألفا. خصنا دابا نشوفو الإشارة ديال الدالة جي ديال المجال ألفا ديال واحد ألفا، ونبينو بأن اف دو إكس ناقص إكس بأنها أصغر أو تساوي من الصفر.
دونك في هاد الحالة هادي عندنا هنايا كما